النكاح له بعد روحي، جعل بينكم مودة ورحمة، خاصية غير مرئية روحية، الربط الروحي. هذا ربط الروحية شرعية يتصرف فيها الجانب الغيبي بمجرد نكاح. حتى التشريع المسيحي من أهل الكتاب يعتبرون النكاح ناموس ديني، ناموس معنوي، يعني ليس فقط جنبه مادية، اقتران روح بروح أخرى. وهذا طبعا لها حقيقة حسب حتى الآيات عندنا. اللطيف هذا مو مختص بأتباع الأنبياء، حتى النكاح في الملل والنحل المشركة هكذا يعتبرون النكاح ليه طلسم روحي، ليه بعد روحي، لأنه فقط مادي بحت. فالنكاح طبيعة ربط روحي لكن شرعي، مو مثل السحر. فهذا بعد آخر في النكاح. ماهية النكاح فيها تمليك البضع، منافع البضع بعوض المال، بعد في ماهية النكاح. الاقتران بين الزوجين هذا بعد في النكاح. بعد ثالث في ماهية النكاح ربط روحي بين الاثنين، اقتران روحي مو اقتران فقط بدني. زواج بين علي وفاطمة، يعني هذا الاقتران النوري بين روح أمير المؤمنين وروح فاطمة سلام الله عليها اقتران خاص، ليس زواج في دار الدنيا، زواج في العوالم. زوج النور من النور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من ثم له أبعاد في الجنة. شوف اللطيف إن الله زوج علي من فاطمة قبل أن يزوج النبي في الأرض علي من فاطمة. كما أن زواج النبي صلى الله عليه وآله قيد باقي، طبعا مقيد بالصالحات من زوجاته، شرف باقي مقيد عندنا في الآيات والروايات بالصالحات منهن.